قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي ونشترك في القناة علشان يوصلنا كل جديد. الفيلم بيبدأ في جزيرة صغيرة في البحر الأسود، وكل اللي شغالين هناك أغلبهم فلاحين، وبعد ما بيخلصوا شغلهم بيروحوا يصلوا في الكنيسة، والدنيا ماشية هادية من غير جديد لحد ما من شوية بدأت الحياة تتغير، وبقى في تطور في الجزيرة وزوار كتير بقوا يجوا، وبقى في حركة كتيرة في كل حتة. بس رغم كده الناس كانت بتوصف المكان انه خطر، والسبب كان أسطورة قديمة عن الغيلان اللي عايشة في جبال الكربت. الغيلان دي حجمها كبير شبه الغوريلا بس بتاكل البشر، وبطلة القصة اسمها يوري، وهي عمرها ما شافت الغيلان بعينيها، لكن كانت سامعة ان صوتهم غريب حبتين، والصوت ده مرعب كمان، واي حد بيسمعه كان بيخاف لانهم ممكن يجوا يهجموا وياكلوا المواشي بتاعته. وفي يوم والد يوري اللي اسمه ماكسيم بيتحركوا معاه مجموعة من الاطفال علشان يهجموا على الغيلان دي، وكان قائدهم ومعاه جهاز ملاحة بيحدد مكانهم، والمساعد بتاعه بيترو. ويوري كانت من ضمن المجموعة اللي رايحة تصطاد الغيلان، وقبل ما تنزل من العربية أبوها بيديها سكينة صغيرة تدافع بيها عن نفسها، وبيقول لها إنها كانت بتاعت والدته وأول مرة خرجت مطاردة. وفي الغابة اللي رايحينها كانت الغيلان متجمعة ومستعدة تمشي، لكن غول صغير لمح حشرة وخرج يجري وراها وفضل بعيد عن باقي القطيع. ساعتها مجموعة ماكسيم دخلت المكان ولاحظوا إن الغيلان متعلقة في الشجر، فقرروا يولعوا فيه، والغول الصغير ملحقش يهرب وامه بتحاول ترجعه. ويوري شافتها وحست انها متعاطفه معاهم، بس المجموعه ضربت نار على الغول وامه جريت بعيد. ولما رجعوا البيت ماكسيم قال لهم انهم فشلوا في المهمه، وفضل يفكرهم ان اهلهم كل يوم بيخسروا مواشي بسبب الغيلان، وانهم جايين هنا علشان يتعلموا يحموها. وقال كمان انه بيعتمد على بيترو في المهمات الصعبة علشان هو معاه من زمان، وان الغيلان دي دمرت حياته الشخصية. بس يوري ما اقتنعتش بكلامه، ولما رجعت البيت شفنا صورة ليوري مع امها وابوها، وعرفنا انها اتربى بعيد عن والدتها. وهم قاعدين على الاكل كان ماكسيم بيسمع اغنية في الراديو بتفكره بمراته، لكن يوري ما كانتش مهتمة، وكانت شايفة ان ابوها شبه طائر الصنوبر اللي الذكر فيه هو اللي بيقعد على البيض مش الانثى. وماكسيم قال لها انه كان بيتمنى انها تشوف والدتها، بس هي اللي سابتهم ومشيت. فزعلت يوري وسابت الاكل وراحت الغابه تتاكد ان الفخاخ لسه في مكانها، وكلهم كانوا فاضيين ما عدا واحد، ولقت فيه الغول الصغير وكانت رجله مصابه وباين عليه انه زعلان جدا ومتضايق. ويوري جابت عصايه وحررته من الفخ وحاول يهرب، لكن رجله كانت بتوجعه جدا، فقررت تاخده معاها البيت علشان تعالجه وتخليه الحيوان الأليف بتاعها. واتأكدت إن أبوها نايم، وطلعت الغول من الشنطة وكانت رجله متعورة جامد، فطلعت طقم أسنان لعبة ولبسته وفضلت تلعبه لحد ما هدي شوية، وبعد كده ربطت له الجرح. والغول شاف حوض اليرقات اللي يوري كان بتربيه وراح ناحيته علشان ياكل منه، بس هي قالت له إن ده مش للأكل، وورته إنها بتحبهم وبتهتم بيهم. والغول لما شاف كده مد إيده يشيل واحدة زي ما هي عملت وبيرجعهم مكانهم، بس لما سمع صوت ضرب نار اتوتر وبدأ يصرخ. وبيروح واحد من اللي في البيت يشوف الصوت ده جاي منين، والصوت ده كان من أوضة يوري، لكنها لحقته ومنعته، وكان اللي دخل هو بيترو وكان عايز يقتل الغول. بس يوري وقفت قدامه وقالت له انها هترجعه للغابة وانها تعرف تتصرف لوحدها، فبيسيبها بيترو وبتساعده انه يهرب من البيت. وعلى الناحية التانية كانت داشا والدة يوري عايشة لوحدها في مكان معزول جوه الغابة، وايديها الشمال كانت صناعية ومصنوعة من الخشب. وهي خارجة بتبص على المواشي بتاعتها سمعت صوت عالي طالع من واحدة من الغيلان اللي كانت فقدت ابنها، وباين على وشها انها فهمت الصوت ده كويس وعارفاه من زمان. وفي الوقت ده ماكسيم دخل أوضة يوري وملقاهاش، لكنه لقى ورقة سايبها له وكاتبة فيها انها هتبقى كويسة ومش عايزاه يدور عليها، بس لاحظ ان في بقع دم على الارض وجنبها خصلة من شعر الغول، ففهم على طول ان الغول ده خطف بنته. ودخل اوضته وخرج بدرع قديم كان محتفظ بيه، ورجع بيه لمجموعة الاطفال اللي بيدربهم، وبيقول لهم ان بنته اتخطفت ولازم يتحركوا فورا علشان ينقذوها. وبيبدأوا رحلة البحث في الغابة. وفي الناحية التانية يوري كانت بعدت مسافة طويلة جدا ودخلت محل صغير علشان تشتري أكل ليها وللغول الصغير. والغول حاول ياخد حاجة من على الرف، لكن واحدة من الزباين شافته جوه شنطة يوري، والموظفة بتصرخ جامد، فالغول بيقع من الشنطة بالغلط والدنيا بتتقلب، والموظفين بيجروا عليهم ومعهم أسلحة علشان يقتلوا الغول. بس يوري خدت الغول وجري بيه ناحية التلاجة واستخبت جواها، ولما حاولت تسكته عضها في دراعها، فبتصرخ من الألم وبتجري برا المحل، ولقيت عربية صاحبها سايبها مفتوحة، فبتاخد المفاتيح وبتهرب بالعربية بسرعة. وهي في الطريق بدأت تحس ان دراعها بيورم من مكان العضة، لكن بصت للغول وقالت له انها مش زعلانة منه. لكن وهي ماشية بتخبط العربية حاجة وبتسيبهم الشرطة واقفين على الطريق بسبب الحادث. وماكسيم كان ماشي على نفس الطريق، ولما وصل للمكان لقى الشرطة وقفت الطريق، ولما بص كويس لقى طقم الأسنان اللعبة بتاع يوري،
فده بيقلقه جدا. وبيترو في الوقت ده بيشوف بيت ريفي مهجور وسط الغابة وبيشك ان يوري ممكن تكون جواه. واما يوري فكانت قاعدة في الغابة مع الغول بتحاول تعالج دراعها بس مفيش فايدة، وبدأت تلاحظ ان صوت الغول بقى واضح ومفهوم ليها، وابتدى يتكلم معها بلغة الأصوات وقال لها تجرب تاكل من الحشرات، واستغربت إنها بقت قادرة تقلد أصواتهم هي كمان. وبتقول إن العضة خلت عندها قدرة خارقة وفرحت وبدأت تجري وسط الأشجار، بس وقعت في فخ من الفخاخ اللي في الغابة والغول حاول يساعدها وبيطلع على الشجرة وبيستناها لكنه بينام من التعب. وهنا ظهرت داشا اللي كانت متابعة كل حاجة من بعيد وشافت يوري جوه الفخ فطلعتها وخدتها معاها على البيت، وهي ما كانتش عارفة ان دي بنتها اصلا. وفي البيت يوري شكت وقالت لها انها شبه امها جدا وانها يمكن تكون هي كمان، لكن داشا ما علقتش وراحت تحضر لها العلاج وجابت خفاش من اللي كانوا مستخبيين وسط الماشية وطبخته، وقالت لها ان الخفافيش على مر الزمان طورت نفسها علشان تقدر تقاوم عضة الغيلان وان علاج عضتها في دم الخفاش. لكن يوري قالت لها ان العضة ادتها قوة خارقة وبقت تفهم لغة الغيلان وبتتكلم معاهم. وساعتها داشا بصت لها بتركيز فعلا بنتها وقعدت تحكي لها انها وهي صغيرة كانت بتعلمها ازاي تتواصل مع الغيلان وان اللي حصل لها مش قوة خارقة ولا حاجة لكن ده كان علم. وبتعرفها كمان ان زمان ماكسيم كان رافض العلم ومصدق في الخرافات، علشان كده هي قررت تبعد وتكمل طريقها بعيد عنهم. وبعد كده داشا بتدي ليوري الحقنة وكانت مؤلمة جدا، فنامت يوري بعدها من التعب وصحيت على صوت اغنية والدها كان دايما بيسمعها، لكن المرة دي كانت والدتها هي اللي بتعزفها على الناي وبتنزل علشان تكلمها وبتقولها ان الاغنية دي والدها كان بيقول ان امها بتحبها جدا، ففرحت وحبت تتقرب منها. وقعدت داشا تشرح لها عن علم الاصوات وان الغيلان بتتواصل مع بعض بالحان معينة وصوت مميز، وطلبت يوري من والدتها انها ترجع الغول اللي سمته اوشي لعيلته، لكن داشا بترفض وبتقول ان الغيلان التانيين هيشموا ريحة البشر عليه ومش هيقبلوه تاني، وان البشر ما ينفعش يربوا الغيلان كانهم حيوانات اليفة. ويوري بتروح لخريطة كبيرة في البيت ولاحظت ان امها محددة فيها اماكن وجود الغيلان وقالت انها مش هتتخلى عن اوشي وصرخت بصوت عالي. وفي الاخر داشا وافقت تساعد ترجعه وخدت يوري شوية أكل علشان تاكلهم مع أوشي في الطريق وخرجت من البيت. وفي نفس اللحظة دي بيترو ومجموعة ماكسيم كانوا وصلوا للبيت بتاع داشا، وأول ما بتوصل المجموعة ماكسيم بيبدأ ينادي على بنته ويقرب من البيت لكن مفيش أي رد. ولما بيدخلوا جوه بيلاقي المفاجأة مراته داشا كانت عايشة في البيت وبتقول له يقعد يشرب شاي، لكنه بيكون قلقان على يوري وبيقول لها انه لسه بيحبها علشان توافق تسيب له بنته، بس هي بترد عليه وبتقول ان البنت مشيت من بدري. ماكسيم بيتعصب وبيقول لها انها ست ملعونة، فبتفكره ان هو اللي قطع ايديها بحجة انه ينقذها. وساعتها بتطرده بره البيت وبتقوله ان اللي فعلا سبيته مشاكله هو بسبب وسوسته بالغيلان، والجنود كمان بيخرجوا من البيت. وساعتها ماكسيم بيشوف الخريطة اللي لقاها بيترو وبيعرف منها ان مكان تجمع الغيلان هو في كهف جبال الكربت. وفي الوقت ده يوري كان بتدور على اوشي في الجبال وبتفضل تنادي عليه لكنه مش بيرد عليها، ولما بتنادي عليه لاخر مرة بيرد فعلا، وده لانه كان لسه صاحي من النوم وبتقدر تحدد مكانه وبتجري عليه علشان تنقذه. واول ما بيشوفوا بعض بيفرحوا جدا وبتطلع يوري الاكل اللي معاها وبتقعد تتكلم مع اوشي وبتقوله انها ترجعه لاهله. وبعد ما بياكل بيقول لها ان بيته الحقيقي هو المكان اللي فيه امه وانه مشتاق لها جدا، على العكس من يوري اللي بتقوله انها مش مشتاقه لحد. وفي اللحظه دي داشا بتحس انها لازم تساعد بنتها، وخصوصا انها فضلت طول الليل تسرح لها شعرها بعد سنين طويله من الفرقه، فبتتحرك بعربيتها ناحيه الكهوف. وفي نفس الوقت يوري بتكون بتبني مركب صغير علشان تدخل بيها جوه الكهف، ولما بتقرب بيها ناحية الغيلان بيشوفوها لكنها بتدخل جوه وبتقفل على نفسها وبتفهم انهم مش مرحبين بيها. وفي اللحظة دي بتوصل مجموعة ماكسيم وبيهجموا على يوري وأوشي وبيقعوا هما الاتنين في المية، بس يوري بتقدر تنقذ أوشي من الغرق. وابوها لما بيشوفها بينادي عليها وبيحاول يقرب لكنها بتسيبه وتدخل جوه الكهف. وبيترو بيشوف اللي بيحصل وبيقول لماكسيم ان اللي حصل ده كله بسببه وانه السبب ان بنته هربت من البيت، فبيتضايق ماكسيم جدا. وبما انه شايف ان اللي معاه مجرد شوية عيال فبيقرر يدخل الكهف لوحده. ويوري وهي جوه الكهف بتحس ان الغيلان حواليها من كل ناحية، وماكسيم بيقدر يوصل لمكانها وبيجري وراها علشان ينقذها من غول بيهاجمها لكنه بيقع تحت جذع شجرة ضخم. ويوري لما بتشوف كده بترجع علشان تساعده لكن مش بتعرف ترفعه في الاول. وفي اللحظة دي بيقول لها تبعد، والغول اللي معاها بيتعصب على ماكسيم وده بيخوفه جدا، لكن يوري بتهديه وبتطلب منه يثق فيها
وكمان بتعتذرله عن انها اتريقت على السكينه اللي قال انها من والده، فبيقول لها الحقيقه انه كان مؤلف القصه دي اصلا وانه اشتراها من محل بس كان عايز يبني معاها ذكريات حلوه. ويوري بتسامحه والغول بينزل يقرب من ماكسيم وبيبداوا يتواصلوا مع بعض. وبعدها يوري بتاخد فاس وبتساعد ابوها انه يخرج من تحت الشجره. وفي نفس الوقت مجموعه ماكسيم بتدخل الكهف وبترو مش معاهم، لكن بيكتشف ان في حد تاني جوه الكهف وبتكون داشا هي اللي وصلت وبتشوف رسومات على الحيطان ورا بترو وبتوضح ان زمان البشر والغيلان كانوا صحاب عن طريق الغنى. ويوري بتوصل لمكان تجمع الغيلان واوشي بيبدأ ينادي على والدته لكنها مش بتعرفه. ويوري بتقرب وبتنزل في المية بس مجموعة ماكسيم كانت وصلت وبدأوا يضربوا نار على اوشي. وماكسيم بيصرخ فيهم انهم يوقفوا اطلاق النار لكن الطلقه كانت خرجت خلاص، وده بيخلي الغيلان كلهم يقرروا يهاجموا البشر. وبيترو بيحاول ياخد منهم السلاح وماكسيم بيروح لبنته علشان يحميها قبل ما الهجوم يبدأ. وداشا بتتدخل وبتبدأ تعزف على الناي اللحن اللي الغيلان بتحبه. وفجأة الهجوم بيقف والغيلان كلهم بيغنوا معاها وماكسيم بيشيل بنته وبيقول لها تغني معاهم. وساعتها الغيلان بتهدى ويوري بتقرب اكتر وبترجع اوشي لوالدته. وداشا كمان بتروح تحضن بنتها وماكسيم بيكون مبسوط جدا ان عيلته رجعت تاني لبعضها. ولهنا بيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل شير للفيديو ده علشان يشوفوا اصحابك وتعمل لايك وكومنت. وبس كده اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.